السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أهم معالم مدينة القاهرة المتحف المصري. إذا أردت أن تشاهد آثار مصر الفرعونية على الطبيعة بعيدا عن الصور التلفزيونية، فإليك المتحف المصري بالتحرير، والذي يضم نحو 150 ألف قطعة أثرية تستعرض حياة الأسرة الملكية والآلهة الفرعونية القديمة، بالإضافة إلى بعض القطع أثرية تعكس الحضارتين اليونانية والرومانية، مقسمة على قاعتين مختلفتين على طابقين. الطابق الأول للآثار الثقيلة كالتوابيت والجداريات والتماثيل الضخمة، والثاني للمخطوطات والصور والتماثيل صغيرة الحجم. إذا أردت أن تشاهد آثار مصر الفرعونية على الطبيعة بعيدا عن الصور التلفزيونية، فإليك المتحف المصري بالتحرير، والذي يضم نحو 150 ألف قطعة أثرية تستعرض حياة الأسرة الملكية والآلهة الفرعونية القديمة، بالإضافة إلى بعض القطع أثرية تعكس الحضارتين اليونانية والرومانية، مقسمة على قاعتين مختلفتين على طابقين. الطابق الأول للآثار الثقيلة كالتوابيت والجداريات والتماثيل الضخمة، والثاني للمخطوطات والصور والتماثيل صغيرة. إذا أردت أن تشاهد آثار مصر الفرعونية على الطبيعة بعيدا عن الصور التلفزيونية، فإليك المتحف المصري بالتحرير، والذي يضم نحو 150 ألف قطعة أثرية تستعرض حياة الأسرة الملكية والآلهة الفرعونية القديمة، بالإضافة إلى بعض القطع أثرية تعكس الحضارتين اليونانية والرومانية، مقسمة على قاعتين مختلفتين على طابقين. الطابق الأول للآثار الثقيلة كالتوابيت والجداريات والتماثيل الضخمة، والثاني للمخطوطات والصور والتماثيل صغيرة. إذا أردت أن تشاهد آثار مصر الفرعونية على الطبيعة بعيدا عن الصور التلفزيونية، فإليك المتحف المصري بالتحرير، والذي يضم نحو 150 ألف قطعة أثرية تستعرض حياة الأسرة الملكية والآلهة الفرعونية القديمة، بالإضافة إلى بعض القطع أثرية تعكس الحضارتين اليونانية والرومانية، مقسمة على قاعتين مختلفتين على طابقين. الطابق الأول للآثار الثقيلة كالتوابيت والجداريات والتماثيل الضخمة، والثاني للمخطوطات والصور والتماثيل صغيرة. إذا أردت أن تشاهد آثار مصر الفرعونية على الطبيعة بعيدا عن الصور التلفزيونية، فإليك المتحف المصري بالتحرير، والذي يضم نحو 150 ألف قطعة أثرية تستعرض حياة الأسرة الملكية والآلهة الفرعونية القديمة، بالإضافة إلى بعض القطع أثرية تعكس الحضارتين اليونانية والرومانية، مقسمة على قاعتين مختلفتين على طابقين. الطابق الأول للآثار الثقيلة كالتوابيت والجداريات والتماثيل الضخمة، والثاني للمخطوطات والصور والتماثيل صغيرة الحجم. إذا أردت أن تشاهد آثار مصر الفرعونية على الطبيعة بعيدا عن الصور التلفزيونية، فإليك المتحف المصري بالتحرير، والذي يضم نحو 150 ألف قطعة أثرية تستعرض حياة الأسرة الملكية والآلهة الفرعونية القديمة، بالإضافة إلى بعض القطع أثرية تعكس الحضارتين اليونانية والرومانية، مقسمة على قاعتين مختلفتين على طابقين. الطابق الأول للآثار الثقيلة كالتوابيت والجداريات والتماثيل الضخمة، والثاني للمخطوطات والصور والتماثيل صغيرة الحجم. إذا أردت أن تشاهد آثار مصر الفرعونية على الطبيعة بعيدا عن الصور التلفزيونية، فإليك المتحف المصري بالتحرير، والذي يضم نحو 150 ألف قطعة أثرية تستعرض حياة الأسرة الملكية والآلهة الفرعونية القديمة، بالإضافة إلى بعض القطع أثرية تعكس الحضارتين اليونانية والرومانية، مقسمة على قاعتين مختلفتين على طابقين. الطابق الأول للآثار الثقيلة كالتوابيت والجداريات والتماثيل الضخمة، والثاني للمخطوطات والصور والتماثيل صغيرة الحجم.